ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ البيتزا من الأكلات اللي كلنا بنحبها وما بيختلفش عليها اتنين، وعشان كده عملتها بطعمين. لو نفسكوا تاكلوا البيتزا زي ما الكتاب بيقول لازم تكملوا الفيديو ده للآخر عشان تشوفوا كل التكات بتاعة البيتزا الصح، طعمها في منتهى الجمال. والطعم ايه؟ حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. اول حاجه هجيب عندي الزعتر، لازم يكون فريش، ونبدا نقطفه كده من العروق بتاعته، ونبدا نفرم الورق بتاعه بالشكل ده. بعد كده هجيب نص كيلو صدور بانيه وهقطعها حتت صغيره زي ما انتم شايفين. هبدا انزل عليهم بكوبايه زبادي او لبن رايب وليمونه. هبدا اقلبهم كويس جدا لحد ما كل الفراخ تتغطى بالزبادي والليمون. بعد كده هبدا انزل عليهم بكيس خلطه شاورما او بهارات شاورما عاديه من عند العطار. هبدا اقلب الفراخ كويس قوي، وبعد كده هركنها شويه على جنب لحد ما نخلص المرحله اللي بعد كده. بعد كده هجيب بصلتين هفرمهم في الكبه او ممكن ابشرهم وهركنهم برضو على جنب. هبدا بقى اجيب المكونات الجافه عندي. هجيب 4 كوبايات دقيق واحط عليهم رشه ملح وبصل وتوم باودر وشويه زعتر من اللي انا لسه عاملهم. اقلب المكونات الجافه ديت كلها مع بعض، وبعد كده هبدا اجيب كوبايه ميه دافيه واحط عليهم كيس خميره فوريه ومعلقتين سكر. اقلبهم شويه واركنهم شويه على جنب. وطبعا الحاجه ديت محتاجه تضحيه شويه، لازم اقلع الدبله، يا رب محدش ياخد باله. بعد كده هجيب الدقيق وانزل عليه بكوبايه لبن بارده، اقلب كله مع بعضه، وبكده تكون الخميره جهزت معايا، بدات تعمل الفوم اللي على الوش. هبدا انزل بيهم على باقي الدقيق واقلب كويس كله مع بعضه لحد ما تبقى عجينه بالشكل ده. هركنها شويه على جنب وابدا اجهز الحشوات بتاعتي. هقطع شويه طماطم مكعبات صغيره قوي بالشكل ده، وبعد كده هبدا اجيب الفلفل الكوبي او الرومي زي ما انتوا بتسموه، برضه هقطعه حتت صغيره. لو انتوا بتحبوه ترانشات مفيش مشكله زي بعضه. هكمل تقطيع الفلفل وباقي المكونات واركنهم شويه على جنب. بعد كده هجيب طاستين جنب بعض وفي نفس ذات الوقت هنزل بحته زبده وشويه زيت هنا وهنا. بعد كده هبدا انزل في الطاسه الاولانيه بالبصل اللي انا قطعته، وفي الطاسه التانيه هنزل بالفراخ اللي انا لسه عاملها من شويه. هبدا اتبل الفراخ بملح وبابريكا وفلفل اسود، وهدي تقليبه للحمه، وهدي تقليبه تاني للفراخ. هنزل على اللحمه بشويه ملح وفلفل اسود وشويه بهارات خفيف خالص وشويه بابريكا، واقلب كله مع بعض. هفضل اقلب الفراخ واللحمه هنا شويه وهنا شويه، وبعد كده قبل ما الفراخ تستوي هبدا انزل عليهم بشويه فلفل رومي من اللي انا كنت مقطعه. خلاص الفراخ كده خلصت، هشيلها على جنب. وادي كمان اللحمه خلصت برضه هشيلها على جنب. هبدا بقى في طاسه صغيره حته زبده وشويه زيت، وهبدا انزل عليهم ب3 معالق صلصه جاهزه وشويه ميه. هبدا اتبلهم بملح وفلفل اسود وشويه زعتر من اللي انا لسه عاملهم، وهقلب الصلصه لحد ما تبدا القوام يتقل معايا وتبدا تاخد غلوه بسيطه. وبس كده هرفعهم من على النار وابدا اجهز البيتزا بتاعتنا. انا ركنت البيتزا تقريبا حوالي ساعه على بال ما جهزت كل المكونات اللي عندي. حجمها ابتدى يتضاعف بالشكل ده وبقت هشه وطريه من جوه. هاخد بقى حتت صغيره، وخلي بالكم لازم نخلي العجينه رقيقه قوي في الصينيه لانها بتنفش تاني بعد ما بتدخل الفرن. هبدا بقى اول حاجه هنزل بالصلصه واغرق بقى الصلصه. يا سلام على الريحه، ريحتها جنان. بعد كده هبدا انزل بشويه طماطم، هبدا انزل باللحمه، هبدا انزل بالفراخ. اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. طبعا ممكن تخلوا الاطفال يشاركوا معاكم في المرحله دي، بيتبسطوا بيها جدا.
انا عملت ديت بالعافيه منهم، وهم اللي كملوا بقيه الصواني. انا عملت 5 صواني بتمن صينيه واحده. انا حطيت الحشو بتاع البيتزا، عملته نصه لحمه ونصه التاني عملته شاورما. كان ريحتها جميله جدا. بدأت أوزع الفراخ واللحمة على البيتزاية كلها بالشكل ده. طبعا انتوا لو عايزينها، لو تفضلوها لحمة بس مفيش مشكلة، ولو تفضلوها فراخ بس كانت تحفة. بدأت أوزع كل حاجة، وبعد كده بدأت أنزل بالفلفل الكوبي على اللحمة، وآخر حاجة معايا هبدأ أنزل بالجبنة الموتزاريلا. أنا هنا استخدمت نص كمية الجبنة الموتزاريلا استخدمتها جبنة نباتي، والنص التاني جبنة حيواني. الجبنة الحيواني طبعا طعمها أفضل بكتير وصحية أكتر، والجبنة النباتي بتكون المطة بتاعتها أجمد بكتير. فأنا عشان كده عملت خليط ما بين دي ودي. غرقت وش البيتزا جبنة موتزاريلا، ودي أهم حاجة. الفرن أنا مسخنه على درجة حرارة 180 بقالي 10 دقايق. بعد كده دخلتها الفرن لمدة 10 دقايق، وبدأت أجهز البيتزا التانية. برضو نزلت بالصلصة، غرقتها، لازم الصلصة تتغرق. وبعد كده ننزل بالطماطم، نوزع الطماطم على الوش. بدأت أنزل بعد كده الفلفل، بعد كده اللحمة، ووزعتهم كلهم على الوش. وبعد كده بنزل بالجبنة. كانت البيتزا اللي في الفرن خلاص خلصت. أنا بعرف إن هي خلصت إزاي، بطرف السكينة أو بطرف الشوكة برفع طرف البيتزا بس وبشوفه. لو بدأ إن هو ياخد لون ذهبي فاتح خالص بقوم مطفي عليها وبس كده. وبتكون كمان الموتزاريلا اللي على الوش ساحت. بكده بعرف إن البيتزا بتاعتي خلاص انتهت. بطلعها من الفرن، شكلها جامد جدا. يلا بينا ندوق. اوه، ايه ده؟ ايه الجمدان ده؟ بسم الله. امم ما حصلتش. دي بيتزا ما حصلتش. هدوق تاني. امم 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 بيتزا بيتزا يعني. ندوق بقى الفراخ. طعم الفراخ بالشاورما كان طعمها في البيتزا حاجة تانية خالص. امم ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ جامده جامده. ايه ده؟ لا، حلو حلو حلو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير من شباب حبايبكم اللي هتاكلوهم البيتزا دي. اشوفكم في فيديو جديد. محدش بقى يقول لي ولا بيتزا هات، مفيش اهت من كده بصراحه. تيجي تدوقي ولا بلاش؟ يا عم بلاش. انت هتدوق انت كمان؟ طيب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. أو. انت هتدوقي؟ الله الله. بس اقفل بقى على كده.